كل واحد فينا بيسهر لأسباب مختلفة. أنا كنت بسهر عشان بحب الهدوء بتاع آخر الليل. الساعة 4 الفجر العالم كله بيبقى نايم وأنا الوحيد اللي صاحي. الهدوء ده بيخليني أسمع حاجات ما بسمعهاش بالنهار. في ليلة من الليالي كنت قاعدة على اللابتوب والدنيا لسه هدوء، فجأة سمعت صوت خطوات خفيفة جدا جاية من الصالة. الصوت ده كان غريب، كأن حد ماشي حافي على البلاط، بس الخطوات دي ما كانتش بتيجي من ناحية باب الشقة، دي كانت جاية من نص الصالة نفسها، كأن حد ظهر في نصها ومشي. قلت لنفسي يمكن دماغي بتلعب بيا وكملت اللي بعمله، بس الصوت اتكرر، خطوات أبطأ المرة دي وكأن اللي ماشي بيتجسس. قفلت اللابتوب، فضلت مركز مع الصوت. خطوات بدأت تقرب من أوضتي، قلبي اتقبض. مفيش حد صاحي في الشقة غيري. الصوت وقف عند باب الأوضة، حسيت بخيال طويل اتحرك من تحت الباب، كأن حد طويل واقف بره وبيقف عند الباب. فضلت كابس على نفسي ما بتحركش. الصوت اختفى، نمت وانا صاحي. صحيت الصبح وانا مرهق تاني يوم بالليل. السهر كان مختلف، بقيت اسمع نفس الخطوات، بقيت احس بنفس الظل اللي بيقف عند الباب. ساعات بسمع صوت نفس هادي زي الزفير الخفيف بيجي من ورا الباب، كأن اللي بيتنفس ده بيحاول يفتح الباب بس مش قادر. السهر ما بقاش هدوء، بقى رعب. ما بقتش بقدر انام وانا عارف ان في حد بيمشي في الصالة بالليل، حد بيقف عند باب اوضتي وبيحاول